العيد داخل وعايزين نعمل كده. عايزه اقول لكم فيديو للبنات بس مش للولاد خالص، فالفيديو للبنات. النهارده جايه اكلمكم عن اداه انا بحبها جدا جدا، بتنقذني بمعنى كلمه، بتنقذني جدا في اوقات كتيره قوي، بتعمل ازاله للشعر كويس جدا. وبصراحه هي مش لكل الجسم، انا ما بنصحش بيها لكل الجسم، بس انا بحبها في حاجات معينه وحاجات بجد حساسه جدا. أم، وحاجات ظاهره جدا في نفس الوقت. فده كنت اتخيل بقى هي فزوره شويه. يلا بينا نخش على الفيديو على طول واقول لكم ايه هي الاداه دي. براون سلكابيل. براون سلكابيل جميله قوي قوي يا بنات بجد. هتقولوا لي ساره بس احنا مش بنعرف نعمل بيها مثلا المناطق الحساسه، مش بنعرف نعمل بيها الجسم كله، بتوجع يعني هي ملاقيط، هي ملاقيط بس زي ما انتم شايفين كده. وعملت عنها فيديو قبل كده، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن، او هسيب لكم في التعليق المثبت عشان تشوفوه. فاللي ما يعرفش في الديسكربشن دوس على العنوان بتاع الفيديو، هيفتح له على طول صفحه كبيره كده فيها كل حاجه. المهم انا بحبها ليه. انا هقول لكم، انا كان عندي مشكله، انا مشعره اوكي. فكان عندي مشكله انه مش بعرف اعمل المنطقه بتاعه الكف الايد وعقل الاصابع اللي بتبقى الناحيه دي. كان عندي مشكله كبيره قوي، ما كنتش بعرف اعملهم بايه بصراحه، ولما بعملهم مثلا بالسويت بيزرقوا وبتعب جدا. كذا مره بقى عشان الشعر بيبقى صغير قوي ورفيع. كان مثلا مثلا لو بالسويت او بالشمع، او مثلا لو عملتهم بالشيفنج بيطلعوا بسرعه. فدي كانت اسلم حل ليا بصراحه. بتنقذني جدا، خاصه كمان لو مثلا انت عملتي سويت وفي كام شعرايه كده مش عارفه تاخديهم بالسويت عشان ما تجرحيش المكان كذا مره في اي منطقه في جسمك. هتشغليها بعد طبعا تغسلي المنطقه، تبقى منطقه جافه ما فيهاش زيت ما فيهاش اي حاجه خالص، منطقه جافه. هتشغليها تلقط لك كام شعرايه. فهي بجد انقذتني جدا في الموضوع ده قبل فرحي. برضو شلت منهم كده كام شعرايه الموجودين اللي طلعوا قبل ما، يعني مثلا عملت سويت وبعد كده عملت بعد كده قعدت فتره مثلا اسبوع ولا حاجه، مش عارفه ايه. هحكي لكم قصه فرحه دي بعدين، مع اني حكيتها قبل كده، بس ده اللي حصل. اتاخرت شويه يعني. فده اللي حصل بقى، ان كام شعرايه كده طلعوا، فاضطريت ان انا اشيلهم بيها، وبجد نفعتني جدا. بيجي معاها ايه دي 3، يعني اول اصدار نزل تقريبا. صغننه زي ما انتم شايفين كده. بيجي معاها الفرشه دي تمام، وبيجي معاها السلك بتاعها، والسلك بتاعها حلو قوي. بصوا بصوا يعني هي طويله وحلوه قوي يعني. بحبها حبيت جدا اعرفكم عليها، عشان البنات اللي هتتجوز في العيد بتبقى محتاجه حاجه رخيصه وتقعد معاها. هي ما شاء الله داخله على 3 سنين معايا اهي. حلوه جدا جدا، وبستخدمها في استخدامات الخفيفه اللي قلت لكم عليها، مش باستخدامات كتير. بس كده، ده كان فيديو النهارده، حبيت اعرفكم عليها. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. لايك وشير بقى الفيديو، بان انا اكتب كده معاكم الفتره دي. ومع السلامه يا حلوين.